دور المجموعات خلص والهزار انتهى، ودلوقتي داخلين على الجد، دور ال 16 في افريقيا 2025 في المغرب. يعني كل ماتش يا تكسب يا تروح، مفيش حسابات ولا اعذار تانية. المنتخبات اللي عدت وجابت اقصى ما عندها، وفي منتخبات اصلا عدت صدفة وطلعت دور ال 16 كده وكده، يعني عشان تسهل دور ال 16 لمنتخبات تانية. النهارده هقول لكم توقعاتي لدور ال 16 لغاية النهائي، وطبعا ما يعلمش الغيب الا الله، بس احنا بنفضفض مع بعض وزي اصحاب يعني، وبنتوقع مع بعض مين هيكمل ومين هيقع ومين هيقرب للكاس ومين هيكون الحصان الاسود. وهنشوف مع بعض كده دور ال 16 هيبقى عامل ازاي، وهل في ماتشات مضمونه ولا ماتشات هيكون فيها توقعات مجنونه مننا. وهنشوف كل ده في الفيديو، بس ما تنساش تصلي على النبي وتدوس لايك وشير وسبسكرايب، وكمان تنشر الفيديو في اي مكان. ويا ريت يا ريت يا ريت الكومنت يفرق معانا، عشان احنا لسه بادئين وعايزين ان شاء الله نكبر معاكم. وبس كده، يلا نخش على الفيديو وندخل بقى على دور ال 16. طبعا انا هتكلم معاكم بفضفضه وكلام عادي جدا، انا مش اللي هو جامد في الكوره قوي، انا بتفرج لاني بحبها، فاتكلم معاكم كاصحاب كده واقول لكم توقعاتي والحاجات اللي انا عارفها. بس كده ويلا نخش. اول مباراه معانا في دور ال 16 وهي مالي ضد تونس. المباراه على الورق هي صعبه جدا في الحالتين، يعني 50-50، بس طبعا احنا عارفين كل واحد في المجموعات كان عامل ازاي. زي مالي اللي صعدت في دور ال 16 في المركز الثاني ب3 تعادلات ضد المغرب وجزر القمر وزامبيا، فزي ما تقول كده هي كانت عامله زي منتخب مصر النسخه اللي فاتت. يعني المنتخب مش معنى كده ان هو ضعيف، لا احنا ممكن نقول المنتخب متوسط. وخلي بالك دور ال 16 غير المجموعات، يعني انت ممكن تلاقي فرقه في دور ال 16 ميته جدا وصاعده بالعافيه، وممكن تلاقيها اصلا في النهائي عادي. فزي ما قلنا مالي يعني متوسطه، مش اللي هي يتخاف منها قوي لو انت لعبت صح وقفلت صح. وتونس طبعا صعدت المركز الثاني برضه ب4 نقاط. تونس كسبت مباراه وتعادلت مباراه خسرت مباراة، يعني صعدة ب4 نقاط في المركز الثاني. تونس يعني زي ما تقول كده هي بحالات وحالات، تمام. انا بشوفها ساعات بتبقى منتخب قوي وساعات بتبقى منتخب اللي هو متفكك، يعني ندعي ان شاء الله تونس تصعد. بس انا توقعاتي للمباراه بتاعه تونس ومالي صعود مالي، وان شاء الله يكون توقعي مش صح ويكون مالي قصدي يكون تونس هي اللي صاعده يعني. وتعالى بقى نشوف المباراه اللي بعديها، ونيجي بقى لتاني مباراه في دور ال 16 وهي السنغال ضد السودان. طبعا على الورق وعلى المنطق اصلا ان هو السنغال اللي هي تكسب، لان السنغال اقوى وهي المرشحه للبطوله اصلا من ضمن المنتخبات، وهي اقوى منتخب اصلا افريقي. بس الكوره مش بتاعت الكلام ده، الكوره بتدي للي بيديها بالظبط، يعني بتلعب حلو وراجل في الملعب وداخل على المكسب، ومش همك بقى بتلاعب مين ولا الكلام ده، فهتدخل تكسب. واحنا عارفين الكلام ده في الكوره وشفناه كتير جدا. في وقت ما انا بصور المباراه بتتلعب وفي الدقيقه 45 2-1 للسنغال. وعلى فكره السودان اصلا ما سجلتش في دور المجموعات، وكان الهدف اللي صعدت بيه كان هدف عكسي، ورغم كده مسجلها هدف ضد السنغال ولسه اصلا في الشوط الاول. وزي ما قلت لك في الاول لو فاكر ان الادوار الاقصائيه غير طبعا دور المجموعات، يعني انت لو لعبت راجل في الادوار الاقصائيه هتكسب وهتعدي، لان المباراه دي لا تكسبها لا تخسرها. لكن دور المجموعات يعني ممكن تصعد بالتعادلات، ممكن تصعد احسن ثالث، لكن الادوار الاقصائيه كل منتخب حتى لو كان اقل منتخب في البطوله وراح دور ال 16 بيبقى رايح على المكسب. فعشان كده بنتمنى ان شاء الله كل المنتخبات العربيه تصعد. وبس كده، السنغال هي اللي هتصعد، بس انا بتمنى ان شاء الله باذن الله السودان هي اللي تصعد. ونيجي بقى على المباراه الثانيه وهي مصر ضد بنين. مصر احنا شفناها في مباراه ضد زيمبابوي كانت تحس ان هي مهزوزه شويه. وعلى فكره خلي في بالكم مصر في كل بطولاتها بتبقى في المباريات الاولى مهزوزه، لان مش عشان خاطر مصر منتخب مثلا يعني مش حلو ولا منتخب مش قوي، لا احنا عارفين ان مصر اكتر منتخب متوج بالبطوله اصلا وهو سيد البطوله دي. بس زي ما تقول كده احنا كمصريين بنحب ناخد على الاجواء، او ايه، بنحب نشوف الاجواء الاول وناخد عليها وناخد على المكان، بعد كده سيبنا بقى وهنوريكم اللعب على اصوله. فان شاء الله باذن الله يعني مصر هي اللي هتصعد. وطبعا بنين صعدت في دور 16 في المركز الثالث ب3 نقاط اللي كسبتها ضد بتسوانا. بتسوانا دي اللي هي
اسوأ فرقة في البطولة والمركز الاخير في البطولة اصلا. فيعني زي ما تقول كده يعني المجموعة ساعدتها ان هي تصعد لدور ال 16، لولا بوتسوانا ما كانتش صعدت، فهي صعدت ب3 نقاط وكانت ضد السنغال والكونغو. زي ما تقول كده في ناس بتقول لك ان هي لعبت حلو، بس انا شايفها اللي هي عادية جدا جدا جدا، هو بس عشان هما اجسام فبيعرفوا يتدخلوا كويس. بس هو رغم كده مش المنتخب اللي تخاف منه. انت خاف من زي ما قلت لك اللي هي الادوار الاقصائيه، بس مش لدرجه ان انت تتهزم من بنين. فانا متوقع المنتخب المصري ان شاء الله ومنتخبنا باذن الله يصعد لربع النهائي ضد بنين. نيجي للماتش اللي بعده وهو كوتيفوار ضد بوركينا فاسو. طبعا كوتيفوار زي ما احنا عارفين منتخب اللي هو بيفاجئك في الادوار الاقصائيه، بس في دور المجموعات تلاقيه مش اللي هو. بس رغم كده هو صعد الاول اصلا على الكاميرون وعلى موزمبيق وعلى الغابون ب7 نقاط، كسب ماتشين وتعادل ماتش وصعد اول ب7 نقاط. وبوركينا فاسو صعدت في المركز الثاني ب6 نقاط بفوزين وخساره. طبعا زي ما انتم عارفين ان هي خسرت ضد الجزائر وكسبت السودان وكسبت غينيا الاستوائيه وصعدت لدور ال16. وطبعا المواجهه كوتيفوار ضد بوركينا فاسو، وانا متوقع ان كوتيفوار هي اللي هتصعد، مع ان الماتش على فكره هيروح ضربات جزاء وهيكون صعب على كوتيفوار، لان بوركينا فاسو مش المنتخب اللي هو الضعيف ولا القوي، المنتخب اللي هو الرخم اللي هو ممكن يصعب عليك الماتش بس في الاخر مش هيكسب. فبس هو كوتيفوار اللي هتصعد. ونيجي للماتش اللي بعده وهو جنوب افريقيا ضد الكاميرون. زي ما انتم عارفين جنوب افريقيا منتخب كان معانا في المجموعه، وجنوب افريقيا كان في المركز الثاني ب6 نقاط بفوزين وخساره ضدنا، وصعد طبعا لدور ال16. وكان منتخب الدفاع بتاعه متفكك، يعني هو الدفاع بتاعه ضايع. فانا متوقع ان المنتخب ممكن الدفاع بتاعه هو اللي يوقعه في دور ال16، بس هنشوف الكلام ده لما نروح للكاميرون. ومنتخب الكاميرون صاعد في المركز الثاني بفوزين وتعادل. ومنتخب الكاميرون زي ما احنا عارفين ان هو تاني اكتر منتخب محقق افريقيا بعدينا طبعا ب5 القاب. وعلى فكره المنتخب بيمر بمشاكل كتير جدا في الايام دي. فلو جيت سالتني وقلت لي جنوب افريقيا ولا الكاميرون هي اللي هتكسب، هقول لك جنوب افريقيا. هتقول لي طب ليه اشمعنى؟ اقول لك لان جنوب افريقيا حاسسها ان هي بتلعب كرة اكتر من الكاميرون، يعني معتمده على الهجوم اكتر، فاهمني؟ والدفاع بتاعها ضايع شويه. وطبعا يعني جنوب افريقيا برضو الدفاع بتاعها ضايع، بس انا حاسس ان جنوب افريقيا هتعملها واحساس الداخلي، مع ان الفرقتين يعني متكافئين 50-50، بس انا توقعي جنوب افريقيا. وهنيجي للماتش اللي بعده وهو المغرب ضد تنزانيا. كلنا متوقعين ان المغرب هي اللي هتاخد البطوله لان هي على ارضها وسط جمهورها، والمغرب السكواد بتاعه كويس. بس خلي في بالك الكره ما بتحبش كده، الكره بتدي للي بيديها. يعني تنزانيا لو لعبت حلوه هتكسب، والكلام ده حصل في بنين طبعا في 2019، وكمان حصل في النسخه اللي فاتت لما طلعت ضد جنوب افريقيا لما كانت منتخب في عزه، يعني لما كان لسه السكواد بقى كاس العالم وكده. فانا متوقع طبعا المغرب، بس هيكون ماتش صعب، يعني مش هيكون الماتش اللي هو المغرب هتدخل بقى تكسب سكور او هتخلص الماتش من بدري، لا هيكون ماتش صعب على فكره. فانا توقعي الشخصي ان الماتشات اللي انت بتشوفها سهله بتكون اكتر ماتشات معقربه اصلا. فانا شايف ان الماتش هيكون صعب على المغرب بس مش هتخسره هتكسبه. فانا توقعي ان المغرب هي اللي هتصعد. والماتش اللي بعده هو الجزائر ضد الكونغو. على فكره الماتش ده هيروح ضربات جزاء، الجزائر ضد الكونغو ضربات جزاء، لان المنتخبين على فكره متوسطين، مش متوسطين يعني ما تقول كده 50-50، مفيش منتخب يتفوق على التاني. رغم ان الجزائر على فكره عندها لعب افضل، بس خلي بالك الكونغو في تاريخ يعني مشاركتها في افريقيا كانت منتخب رخم. فانا شايف يعني ان الماتش هيروح لضربات الجزاء والجزائر هي اللي هتكسب. وعلى فكره الماتش اللي قلت لكم اللي هو بتاع الكاميرون وجنوب افريقيا هيروح برضو ضربات الجزاء، وافتكروا كلامي. ونيجي للماتش اللي بعده وهو نيجيريا ضد موزمبيق. نيجيريا على فكره منتخب جميل جدا، وانا شايف ان المنتخب ده اصلا مرشح اكتر من السنغال. وطبعا هنشوف الكلام ده في توقعاتنا وهنشوف ايه اللي هيحصل. فطبعا المواجهه دي سهله جدا لنيجيريا، لان موزمبيق مش المنتخب اللي هو فاهمني الجامد قوي او المنتخب اللي ما تخافش منه، منتخب ميت بالمختصر يعني. فنيجيريا هي اللي هتروح للدور اللي بعده. وبكده يكون صاعد معانا في دور ال16 مالي والسنغال هيلعبوا بعض، ومصر وكوتيفوار هيلعبوا بعض، وجنوب افريقيا والمغرب هيلعبوا بعض، والجزائر ونيجيريا هيلعبوا بعض. واول مواجهه معانا في ربع النهائي وهو مالي ضد السنغال. وعلى فكره خلي في بالكم الماتش ده
لو حصل يعني لو حصل هتشوفوه هيكون ماتش جامد جدا، وماتش كله هجمات وكله كور جامده جدا. فالماتش ده هيكون متكافئ، مش هيكون سهل لطرف يعني منهم، يعني مش هيكون سهل للسنغال مثلا، لا هيكون ماتش على فكره صعب للاتنين، وهيكون ماتش كله كوره. فانا متوقع برضو ان السنغال هتكسب، وهتكسب في الوقت الاضافي او الاكسترا تايم يعني. فالسنغال هي اللي هتروح نص النهائي. ونيجي للماتش اللي بعده، هو كوتيفوار ضد منتخب مصر، ودي اللي انا خايف منها جدا. المنتخب ده يعني زي ما تقول كده بيعرف يستغل الفرص جامد جدا، ودي مشكله عندنا لان احنا بيجي علينا هجمات كتير، ولو هجمه فيهم جت فاحنا معنوياتنا بتنزل، فدي المشكله اللي عندنا. فانا متوقع ان الماتش ده هيكون لمنتخب مصر طبعا رغم ان هو كوتيفوار يعني صعبه، بس منتخب مصر يعني انا حاسس ان هو البطوله دي مش هيسيبها بالسهل جدا، وهيكسب بضربات الجزاء في ربع النهائي ضد كوتيفوار. والماتش اللي بعده هو المغرب ضد جنوب افريقيا، ورجعونا بالذكريات بتاعت بطوله 22. بس خلي في بالكم المغرب هتبقى عامله احتياطاتها ومش هتتنازل عن البطوله دي، وبالذات ضد جنوب افريقيا عايزه تاخد الطار. لان انا حاسس ان جنوب افريقيا، طبعا انتوا كلكم هتقولي ايه العبط انت بتقوله ده، بس انا حاسس ان جنوب افريقيا والله المنتخب ده يعمل حاجه، لان المنتخب ده كورته جميله قوي وبتعجبني، وبيلعب على فكره كوره حلوه قوي، وبيعرف يستغل كل كوره بيمسكها. فانا متوقع طبعا ان المغرب هتكسب، بس هتكسب بصعوبه 1-0 مثلا. كده المغرب هتروح لنص النهائي. ونيجي للمواجهه اللي بعديها وهي الجزائر ضد نيجيريا. طبعا محدش يزعل من الجزائر، هي نيجيريا اللي هتكسب. هتقول لي طب اشمعنى انت واثق قوي ان نيجيريا هتكسب؟ اقول لك ان نيجيريا على فكره منتخب جميل جدا، وكورته حلوه، وكورته زي ما تقول كده كوره هجوميه حلوه، وبيستغل على فكره الرأسيات، وبيستغل الكور العاليه، وبيعرف يبني هجمات. فمنتخب نيجيريا زي ما انا قلت لك انا متوقع اصلا ان هو يروح الفاينل، وعلى فكره خلي بالك مش بعيد ان هو ياخد البطوله. منتخب جميل جدا رغم ان هو في ثغرات يعني عنده كده في الدفاع على فكره، بس مش دي اللي هتخسره، هيعرف يستغل المباريات دي كويس. فانا شايف ان نيجيريا هي اللي هتروح لنص النهائي. ونيجي بقى لنص النهائي الناري، السنغال ضد منتخب مصر، والمغرب ضد نيجيريا. بص انا مش هكون اللي هو بطبل لمصر، يعني مش هكون الشخص اللي هو يطبل لبلده، بس انا هقول اللي هشوفه والمنطق. انا شايف ان مباراة السنغال ومنتخب مصر هتكون مباراة كلها زي ما تقول ايه، كل منتخب محذر فيهم، يعني مش المنتخب اللي هو هيروح بهجمات بقى وهيروح بقى بكور زي ماتش جنوب افريقيا ومصر كده. هيكون كل فرقة محرصة يعني في ملعبها في جهتها، بس رغم كده خلي في بالك هيكون فيها اهداف برضه، بس زي ما تقول كده هتخلص بالتعادل وهتروح على ضربات الجزاء. وانا متوقع ان مصر هتكسب في ضربات الجزاء، لان عايزه تاخد حقها في البطولتين اللي خسرتهم او الماتشين اللي خسرتهم بضربات الجزاء، ومش هتسيبها المره دي. وانا واثق 100% مش عشان منتخبي، بس انا شايف بالمنطق كده وانا شايف عقلي بيقول كده. فمصر هي اللي هتكسب بضربات الجزاء في ماتش صعب جدا. نيجي بقى للماتش اللي بعده وهو المغرب ضد نيجيريا. الماتش ده زي ما تقولوا كده ماتش كلاسيكو افريقي، ماتش يعني هيكون كله كوره جامده جدا، والماتش ده هيكون احسن ماتش في البطوله، هتقولوا مصطفى قال لو حصل يعني. فانا شايف اللي هيكسب نص النهائي هو للاسف وهو نيجيريا. فعلى فكره عشان ما حدش بس يزعل من المنتخبات اللي طلعتها، بس دي توقعاتي، وكلنا عارفين ان لا يعلم الغيب الا الله. فانا شايف ان توقعاتي شاب عادي جدا بيتوقع وشايف، وده شايفه انا يعني مش بتوقع بالعاطفه ولا بتاع، انا بتوقع في الماتشات اللي شفتها لكل فرقه انا شايف ان دي هتلعب وهتقفل كويس، ودي اللي هتكسب. فانا شايف ان نيجيريا هي اللي هتروح للفاينل، فهيكون الفاينل ضد مصر ونيجيريا. الماتش ده هيكون صعب جدا على فكرة على مصر مش على نيجيريا. فأنا متوقع إن الماتش ده هيروح للأوقات الإضافية، والماتش هيخلص لنيجيريا للأسف، وهيكون بطل أفريقيا 2025 وهو المنتخب النيجيري. ودي توقعاتي في الآخر، وعلى فكرة الله أعلم ده تحصل لا، ودي توقعات من شاب عادي. وهيكون طبعا في ماتش تحديد الثالث منتخب المغرب ومنتخب السنغال، واللي هيكسب المركز الثالث
التالت وهو منتخب المغرب. فبس كده دي توقعاتي للبطولة، ويا رب يا رب يا رب المنتخبات العربية كلها تكسب وتصعد ان شاء الله. وعلى فكرة خلي بالكوا احنا هنروح للتوقعات دي وهنشوفها بعد البطولة. وبس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم وتوقعاتي عجبتكم، وكشاب بيتكلم مع اخواته، ونشوف توقعات بعض. واكتبوا لي توقعاتكم برضه في الكومنتات، وعايز اشوف توقعاتكم عاملة ازاي، وهل كل واحد هيكون توقعاته غير التاني ولا كلنا متشابهين. فبس كده ده يكون الفيديو بتاع النهارده وتوقعاتنا. قول لي انت توقعاتك بقى، وما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وفولو لو بتتابعنا على اي منصة غير اليوتيوب. انشروا الفيديو في كل مكان، وان شاء الله باذن الله الفيديو ده يعجبكم ويكون توقعاتي عجبتكم. وبس كده، سلام.